السلام عليكم، تعالى نعمل مع بعض النهاردة رموش الست. دايبة وخطيرة، مش مسكرة أبدا ولا بتكسع. فضول عني هنزل ب3/4 كوباية زبدة، عليهم معلقتين من السمنة البلدي، هخفقهم وانزل بنص كوباية من السكر الأبيض، هخفقه. وبعدين أنزل ببيضة وبياض بيضة، وأشيل الصفار التانية على جنب، وأنزل بالفانيلا عليهم لحد ما يديني القوام الكريمي التحفة ده. بعدين أنزل بمعلقتين جوز هند وكوبايتين من الدقيق الأبيض، نص كوباية من دقيق السميد، وأبدأ أمزجهم مع بعض من غير عجن طبعا عشان ما تنشفش، بس هدخل المكونات مع بعض. هبدأ أشكلها بقى. الواحدة بتكون في حجم التمرة يعني، علشان هي هتنفش الفرن لسه. حاول أسيب مسافات بينها كده عشان ما تمسكش في بعضها كلها. أنا رموش الست دي من الحلويات المفضلة عندي. هجيب بقى صفار البيضة وأحط عليه فانيلا وأدهن بيه الوش وأدخلها على فرن درجة حرارة 200 من تحت بس، لمدة ربع ساعة، وبعدين أشغل الشواية 5 دقايق عليها تاخد لون. حل على النار، هنزل بكوباية وربع من السكر وكوباية وربع من المية، وهصرف ليمون. هرفعه على النار بسيبه من بعد ما يغلي 7 دقايق. آم، هطلعها بقى من الفرن، بص لونها تحفة ازاي ما شاء الله. هنزل عليها والشربات سخن برضو، يعني هي سخنة الشربات سخن. طالما شربت معاكي الشربات كده من الأول، أعرف إن هي ناجحة جدا وجميلة. بجد الوصفة مضمونة جدا ومقاديرها 100/100. خطيرة، مش مستحملة إني أمسكها أصلا. تحفة. شوفولي تسويتها المظبوطة، خطيرة، جربوها قولولي رأيكم.